لو انت لسه ما بتستخدمش برنامج الكاب كات في شغلك فانت فايتك كتير قوي، لان البرنامج ده فيه شويه حاجات كده لازم تكون اساسيه معاك كمونتير. هتقولي انا بستخدم البريمير، بستخدم دافينشي، بستخدم اي برنامج تاني. هقول لك برضو لازم تستخدم الكاب كات في شغلك لان هو فيه حاجات مميزه جدا. اول حاجه، انا كاحمد بشتغل بصراحه على البريمير، بس بحب اعمل السب تايتلز او الكابشنز البروفيشنال احب اعملها قوي على البريمير، وانا كعادتي بحب اعملها مانوال. انما لما بنيجي مثلا للفيديوهات بتاعه المحتوى اللي زي كده مش هقعد بقى اعملها على البريمير مانوال او اعملها على الافتر افكتس او ايا كان. انا بصراحه بفتح الكاب كات على طول، بقوم جايب تكست ادوس عليها، بعد كده بنزل لاوتو كابشنز، بلاقيه محدد لي اللغه ان هي بالعربي. لو مش محدد لك اللغه افتح القائمه دي كده، وبعد كده هات العربي او الانجليش على حسب بقى المحتوى بتاعك، هتلاقي اغلب اللغات موجوده زي ما انت شايف كده. تمام، اطلع كده ودوس جنريت، هيعمل لك الكابشنز بتاعتك بالذكاء الاصطناعي في ثواني زي ما انت شايف كده. هنشوف ازاي نغير الفونت بتاع الكتابه. هنفتح كده من هنا هنلاقي فيه كلمه فونت، هندوس عليها وننزل كده سيرش فور تكست، وهنكتب مثلا انا بحب الخط اللي اسمه كايرو، هنكتب كايرو ونعمل سيرش، هنلاقي كايرو بولد زي الفل كده. طيب هتقول انا حابب اغير المكان بتاع الكتابه. المكان بتاع الكتابه ممكن تحت كده ما يبقاش افضل حاجه لان ده فيديو سوشيال ميديا، فهقول لك مفيش اي مشكله خالص. ممكن نطلع مثلا مكان الكتابه هنا. الكاب كات موفر لك تمبلتس، لو دوست هنا كده هتلاقي فيه تمبلتس كتير جدا. ساعات كده بتلاقي صناع محتوى بيعملوا الطريقه اللي هي بتاعت ان كل كلمه بتتكتب بتتحدد، وساعات في ناس بتعمل زي ان هي بتظهر كلمه كلمه وبتحب كده، فاهمني؟ فهتلاقي بقى هنا قوالب جاهزه كتيره جدا الكاب كات موفرها لك للموضوع ده. بص لو دوست على اي واحد فيهم هتلاقي مثلا حاجه زي كده. هتقول لي طيب الفونت ذات نفسه اتغير، مفيش اي مشكله خالص. تعالى نرجعه زي ما كان، هنجيب كايرو بولد ده. بص لو شغلنا كده، وهنا خلاص لازم اتكلم ازاي لحد دلوقتي شركة نايكي ما تكلمنيش عامل لها اعلان. طيب زي الفل. تعالى كده نشوف شويه تمبلتس تانية، تلاقي مثلا حاجه زي كده، وهنا خلاص. وبرضه هترجع تاني تغير الفونت. على فكره في تمبلتس معينه بتدعم فونتات معينه، يعني مثلا في تمبلتس ما كانتش قابله الفونت بتاع كايرو ده، فلازم تعرف الملحوظه دي. خلاص لازم اتكلم ازاي لحد دلوقتي. بس ده دعمه عادي مفيش اي مشكله. طيب تقدر تعمل ايه تاني غير التمبلتس او التحكم في الكتابه؟ تقدر ان انت تعمل تصحيح للوجه او اللي انت تعمل ريتاتشنج للوجه. طيب ازاي هنعملها؟ تعال بس كده نشيل البتاعه دي بتاعت الكابشنز، احنا كده خلاص فهمنا فكره الكابشنز. تعالى نشوف نقدر نعمل ايه بالظبط. مثلا هنا على سبيل المثال عايزين ننعم الوش شويه، هو طبعا هنا الكواليتي مش اعلى حاجه، بس عايز اوريكم بس الفكره منها. اول حاجه هدخل على ريتاتش. طبعا لازم في البدايه في اي حاجه، البريمير، كاب كات، دافنشي، اي برنامج لازم تكون محدد الحاجه اللي انت عايز تعملها. فهنحدد الفيديو ده ونقف عند الفريم، مثلا خليها هنا، نقف عند الفريم ده وندوس على ريتاتش. وبعد ريتاتش هتلاقيه بقى جايب لك حاجات كتيره جدا، سكن او الجلد او البشره، وبعد كده فيس الوجه، وبعد كده فيتشرز بقى تانية بقى ممكن تتحكم في العين. يعني بص مثلا كده، طبعا لازم نفعلها عشان بنفعل البارتيشن بتاعها. بص اقدر ان انا اكبر العين زي ما انت شايف كده، اقدر ان انا اصغر المناخير شويه، في ناس بتعمل بلاوي بالكاب كات في شكلها. اقدر ان انا شايف البق كده اقدر ان انا اكبره او اصغره، فاهمني؟ ففي حاجات كتيره جدا ممكن تعمل ميك اب، بس طبعا الكلام ده مش لينا، ملناش دعوه بيه. فاحنا خلاص احنا مش عايزين الحته بتاعت الفيتشرز دي. فتعال نشوف مثلا السكشن بتاع الفيس. بص اقدر ان انا مثلا اصغر الوش شويه، اقدر ان انا اخليه انحف، اقدر ان انا اعمل لي جو لاين، شايف بيتحكم في التشان ازاي؟ فكل حاجه موجوده. اقدر ان انا اقصر الوجه شويه، تمام. لو جينا مثلا في قائمة الريتاتش للحتة بتاعت السكان، اقدر ان انا انعمها. شايف لو خدت بالك مثلا من الجزئية دي عندي، بص هتحس الوش بينعم كده. فهنا في حرفيا ميك اب كامل انت تقدر تعمله لنفسك وريتاتشنج كامل. طب هل الكلام ده يا احمد على الوش بس؟ هقول لك لا طبعا، ما هو جايب لك هنا البادي كمان او الجسم من هنا، بس انا طبعا مش متصور بجسم كامل فالموضوع مش هيكون باين. هنا اوتو، هنا ممكن تفعل الحتة بتاعت المانوال وتيجي بقى تعمل الحاجه دي لمكان معين. يعني انا مثلا الجبهه هنا انا عايز مش عارف اعمل فيها، عايز اعمل لها ستريتش شويه، بص
فهمت الفكره كلها. انا طبعا ما بلعبش في الحته دي كتير، بس ساعات بيبقى معايا كلاينتس بيطلب مثلا مني ان انا وشي متدمر في الفيديو يا احمد، فانا عايزك تظبط لي وشي شويه، فانا بقول له خلاص مفيش اي مشكله، وبقوم داخل على الكاب كات واخد الشغل بتاعه، فاتح السكن، بظبط له بقى شويه حاجات بس بالقيمه اللي يبان شكلها بروفيشنال، ما تبانش ان هي فيك او يبان ان هو معمول بالاي اي. بس في بقى قصه بقى للترانزيشنز والافكتس والموضوع ده. لو فتحت مثلا كده من هنا هتلاقي هو مجهز لك تمبلتس جاهزه انت تستخدمها. طبعا الفيديو ده اوريدي جاهز، بس احنا هنجرب كده شويه حاجات ما بين ده وده، اعتقد الفريم ده، وتعالى نجيب السبليت، تمام، ونحط ترانزيشن جاهز. علشان كده انا قررت شفت الترانزيشن؟ طيب تعالى كده نشوف شويه حاجات تانية. براش اوفر هنزله بس علشان كده الاول، انا قررت وبعد كده اجي اقف في وسط الكليبين. علشان كده انا قررت اعمل لهم. تمام، ممكن بقى تتحكم فيها، تصغرها تكبرها مش عارف ايه. ممكن برضو تحط فلترز على الفيديو، يعني بص مثلا كده لو فتحت فلتر عشان ونزلته، كده انا قررت اعمل لهم اعلان. بص بيعمل لك فلتر جاهز على الفيديو زي اللط بالظبط اللي في البريمير، او هو اوريدي لط. تمام، طيب تعالى مثلا نجرب ده علشان كده. كده انا قررت اعمل لهم اعلان، وعارف ان طيب زي الفل، تعالى بقى كده ايه نضيفه، فهيضيفه لك كانه ادجستمنت لاير زي بتاعه البريمير بالظبط، وانت تقدر تتحكم في الانتنستي بتاعتها، تقللها تزودها، هي لطايه يعني بيعملها لك. تمام، ده كده الموضوع بتاع الالوان الجاهزه او التلوين او الكابشنز او كل حاجه. تقدر برضو اللي انت تعمل افكس، يعني بص خلينا كده مثلا ننزل ده. علشان كده انا قررت اعمل لهم. بص يعني حاجات جاهزه، الميزه ان هو بيوفر لك حاجات جاهزه. الحاجات دي يعني بص حاجات جاهزه، بيوفر لك تمبلتس كتيره جدا او قوالب كتيره جدا انت تقدر تستخدمها في الشغل بتاعك. وبص حتى هنا كده مقسمهم لك لبارتيشنز، بص في نايت كلوب، في لينس، في لايت افكتس او اللايت ليكس. تعال بقى نتكلم في جزئيه تشتغل على انهي برنامج بس من غير تحيز خالص. اشتغل على البريمير، اشتغل على الكاب كات، اشتغل على دافينشي، اعمل ايه؟ لان بقى في كذا اختيار عندي. تمام، هقول لك على حاجه. اول حاجه، البرنامج مش هيحدد اذا كنت هتبقى جامد في الموضوع ولا لا، او مش هيحدد مستوى الشغل اللي انت هتعمله. الفكره كلها في دماغك انت كمونتير، انت عايز تشتغل على ايه وانت هتستريح مع ايه. دي اول حاجه. لو انت بتدور على اشهر برنامج موجود في السوق، وانا بعتبره كاحمد اقوى برنامج والله بدون تحيز، فهو البريمير، اشهر برنامج موجود في السوق. وبتلاقي الناس في الايجنسيز او الناس، لو انت حتى تشتغل فريلانسر، بيدخلوا في كلاينتس معينين بيقول لك احنا عايزين حد بيشتغل على البريمير. لو انت عايز تشتغل على برنامج سهل وخفيف وموفر لك حاجات جاهزه وفي شويه لعب كده، فاهمني، ممكن تروح للكاب كات، موفر لك تمبلتس، موفر لك شويه حاجات تمشي الامور معاك كويس، وتقدر كمان تطلع منه بنتيجه بروفيشنال جدا. تمام، ولو انت جهازك امكانياته مش قد كده مش هيستحمل البريمير، لان خلي بالك ان البريمير عايز برضو جهاز فوق المتوسط. الكاب كات ممكن يشتغل على جهاز اقل من المتوسط عادي جدا، مفيش اي مشكله. تمام، طيب الكاب كات مجاني ولا مش مجاني؟ الكاب كات مش مجاني، واشتراكه تقريبا ب 300 او 400 جنيه، يعني مش عارف كام دولار في الشهر. ونفس الكلام برضو البريمير مش مجاني. هنروح لتالت واحد وهو الدافنشي. الدافنشي انا اشتغلت عليه فتره، بس انا بشتغل عليه ساعات بلون عليه بس عامه الدافنشي هو فور فري، واعتقد بنسبه 90% ان هو الفتره الجايه هيبقى باشتراك، يعني مش هيبقى فيه جزء منه بريميوم وجزء منه نسخه منه فور فري، لا اعتقد هيبقى كله باشتراك. بس يعني برضو ترجع لتفضيلك الشخصي. انا قلت لك ان اكتر برنامج مطلوب في السوق وعامل غزو للسوق هو البريمير، واكتر برامج عامه مطلوبه في السوق في الحته بتاعتنا هي البرامج اللي تابعه لشركه ادوب. تمام، فالاختيار اختيارك. وانا لو انت عايز تتعلم البريمير، انا عامل كورس في البريمير كامل، ان شاء الله الكورس ده هيبقى مناسب لاي حد بيبتدي، هيأسسك صح جدا. هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. واي حد بقى شغال على البريمير سواء مستواه جامد او لسه بيبتدي او ايا كان، فانت لازم تكون شغال بمكتبه. فانا عامل لك مكتبه رهيبه، فيها ترانزيشنز، افكس، ساوند افكس، ميوزك، بص فيها كل حاجه هيحتاجها اي مونتير، مكتبه كامله. بس وطبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، الموضوع ده يا شباب بيفرق معايا جدا. اللايك والسبسكرايب، وبتدعموني وبتخلوني انزل شغل اكتر.